المغربي تنفذ راسية ممتازة فوق المرمى بسنتيمترات. المحاولة للحصول على كرة اللي بإمكان أن تكون في الشباك ويواصل المنتخب ضغطه. المنتخب التونسي يدافع فقط. إلياس بن صغير يستعد مرة أخرى بحث عن لاعب طويل القامة. مروان سندي يظهر في الصورة، سيساند لا محالة عناصر المنتخب الوطني المغربي. كرة في الركنية، مجموعة من اللاعبين في انتظار. كعبي يتقدم نحو القائم الأول، تنفذ داخل منطقة الجزاء. جول 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 جول. أشرف حكيمي يزور الشباك التونسية. المنتخب الوطني المغربي يضع الكرة في الشباك. 1-0. إصرار الأسود، إصرار الأسود. هكذا يزهرون، هكذا هم حاضرون هنا بالمركب الكبير لمدينة فاس. اليوم تابعنا لقطة، تابعنا هذه الكرة التي انتظرناها طويلا، انتظرناها طويلا. 1-0. أشرف حكيمي الفائز بدوري أبطال أوروبا، المتألق رفقة البي اس جي، عميد المنتخب الوطني المغربي. التموضع المناسب في المكان المناسب ينهيها ويضعها في الشباك. 1-0. كرة مغربية في شباك تونسية، جات من ركنية يبدع من خلالها أشرف حكيمي، يضعها في الشباك، يحول مسارها نحو مرمى أيمن دحمان التونسي الذي استقبل هذا الهدف على بعد 10 دقائق على نهاية المباراة. 1-0 لمن تألقوا في المونديال، لمن يبحثون من خلال هذه المباراة ومن المباريات التحضيرية الإعدادية الودية أن يتألق أيضا في كأس الأمم الأفريقية المقبلة. هذا 1-0. وليد الركراكي بن محمود السعادة، وأيضا الهدف اللي جاء في وقته المناسب. أقل من دقيقتين وينتهي الشوط الثاني في انتظار معرفة كم سيضيف الحكم كوقت بدل ضائع. الجماهير في البقاء في البيوت، الكل خلف أسود الأطلس يتابعون ما يحدث. كرة في خط الوسط، هدف واحد مقابل لا شيء جاء من جانب أشرف حكيمي. ليس مجرد لاعب كرة القدم، بل هو نموذج للإصرار والإبداع والتفوق الرياضي، وهو أحد اللاعبين الذين يقودون المنتخب الوطني في هذه المقابلة. عميد حاضر ويبحث دائما عن المفيد والجديد. كرة في خط الدفاع بعيد على هدف مسينا. لو أن هذه التمريرة مع انطلاقة الشوط الأول ربما كان يوصلنا، ولكن في الأنفاس الأخيرة من هذه المباراة، في الثواني الأخيرة من نهاية الوقت القانوني لهذه المباراة مشت بعيد. كرة تونسية، محاولة تمرير لكن الكعبي يحاول يكون السباق. الحكم يفسح المجال للامتياز. 4 دقائق وقت بدل ضائع يضيف الحكم عملية هجومية بهذه الكيفية، والحكم يقول ليس هناك أي شيء. شوفوا بوبو تراوري، تدخل من ياسين بونو وإشارة البطاقة الصفراء في حق لاعب المنتخب التونسي عبدي علي، والبطاقة الثانية تعني اوت، تعني مغادرة اللقاء. شوفوا اللقطة، شوفوا هنا المحاولة، الطريقة اللي جات من خلالها عملية التدخل من ياسين بونو. ردة فعل سامي طرابلسي على الحكم المالي بوبو تراوري. انقضى الوقت القانوني مشاهدينا الكرام، نعيش الوقت بدل ضائع
أضاف الحكم 4 دقائق كوقت بدل ضائع. كرة المنتخب الوطني المغربي خلف ثم لأوريرا لوكو فيتوريا بالإضافة إلى سانك ناسيو سجل 33 هدف. انتقل إلى من الفرق اللي تحاول بإمكان أن يكون عندها حضور. رفقة أتلتيكو بيلباو كان قويا كان حضوره. والآن مروان ينطلق، مروان سندي ماذا يفعل؟ يمرر الجهة اليمنى، تسديدة، جول 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 الكعبي. سلم كعبك يا كعبي، وضع الكرة في الشباك، وضع الكرة في الشباك. 2-0 مغربية في شباك تونسية واضحة. جات كرة تمريرة من مروان من سند المساند للأسود نحو أيوب الكعبي الذي تمكن من إمضائها، الذي تمكن من إنهاء ووضعها في الشباك. هذا ثاني هدف يجي في مباراة اليوم، وهذه صورة رائعة لهذه المعلمة الرياضية الفاسية الشاهدة على ذلك. خطأ جاء من هذا المكان على مستوى المرور، الافتكاك السليم والانتقال بعد ذلك في كرة في الخط الأمامي، ويتمكن من تسجيلها ويتمكن من وضعها في الشباك. لاعب المنتخب الوطني المغربي اللاعب أيوب الكعبي. كرة نفذت بصورة جيدة وتم التعامل معها بالمقاس يا ناس. هذا هو الكعبي الذي احسن التعامل مع هذه الكره وتمكن من انهائها في المكان والزمان المناسبين معا. شباك المنتخب التونسي تتلقى هدفا ثاني. 4 دقائق اضاف الحكم. 2-0 في موقعة فاس. كره في الركنيه، اخر انفاس هذه المباراه، ربما اخر محاولات هذه المباراه. كرة تنفذ داخل منطقة الجزاء والحارس يتمكن من ابعادها. هجمة مرتدة مضادة. الحكم اعتقد لن يدع هذه العملية الهجومية تكتمل ويعلن على نهاية احداث هذه المباراة بهدفين مقابل الشيء.